طاهر ويقول الشافعي انه نجس. وقضيه الاستدلال بانه طب ما عض الكلب، طب ما يغسله، ما هو يغسله وياكله. فاذا ما هياش حجه على الشافعي انه ده نجس ولا مش نجس. لكن الامام مالك بيقول كل حي طاهر، ولذلك الكلب حي وهو لذلك فهو طاهر ولعابه طاهر. ولكن امرنا بالترابيه، بالطهاره الترابيه، لانه تعبد وليس من اجل نجاسته. ملك الموت بيقبض ازاي؟ ما هو يمكن ما بيدخلش، ده بيمد ايديه وياخد ويطلع. يعني انا اصلا ما شفتش ملك الموت ولا شفت ان هو بيعمل ايه، فبرضه ده مش حجه. ملك الموت بياخد روح واحد عنده كلب، ومين اللي قالك انه دخل؟ ده ممكن يسحب الروح الى بره. طب السحبه دي ازاي؟ انا ما اعرفش، ما عندناش خبر.